جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت ابنته فاطمة، وجد عليا وفاطمة في مضجعهما، فحثهما على أن يقوم الليل ويقوما من فراشهما ويصليان. فقال علي رضي الله عنه بطبيعة الإنسان يعني، فقال لو أراد الله أن يبعثنا لبعثنا، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقوم من الليل ونصلي لصلينا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وضرب على فخذه، هذا يقول علي رضي الله عنه، يقول سمعه يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني أنا أقول لهم قوموا للقيام الليل، وهو يقول لو كان الله يريد أن نقوم قمنا. فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الجدل، يعني كان الأولى أن ينصاع، يقول صحيح وهذا طيب وإن شاء الله. فهذا المرض الموجود هو مرض إبليس بعينه، فإن الله عز وجل لما قال له اسجد ما قال سمعنا وأطعنا أو مباشرة فعل الفعل كما فعل منه، قال لا أنا خير منه. هذا جدال، اعتراض، كان يصحح لرب العالمين كيف أسجد له أنا؟ ولذلك أكثر الناس الآن الذين تجد عندهم نوع من الانحرافات أو الميول، تجد كثير الجدل، تأتيه الآية يقول لا هناك آية أخرى، يأتيه الحكم يقول لا هناك حكم آخر، كثير الجدل، لا تجده من النوع الذي ينصاع يقول سمعنا وأطعنا. دني وجهك شوية يمي، دني على الوجه هذا الجايف.